اسمع كلام صلاح يا كابتن حسام. بيقول لك كابتن حسام حسن جاب صلاح في التمرين دلوقتي حالا وقال له كده بالحرف يا جماعه. بص يا صلاح، الماتش اللي جاي مع السنغال غير كوتيفوار تماما نهائيا. كوتيفوار حاجه والسنغال حاجه تانيه خالص. السنغال عندها لعيبه قويه جدا جدا جدا. غير كده كمان الماتش ده بالنسبه لنا وبالنسبه لكل المصريين واحد واحد. الماتش ده بالنسبه لنا حياه او موت ورد الصقر، ولازم ناخد حقنا من السنغال، ولازم الماتش ده نكسبه باي طريقه. فصلاح رد عليه قال له طب احنا هنعمل ايه دلوقتي يا كابتن حسام؟ قال له بص انا ناوي اعمل شويه تعديلات وشويه تغييرات في التشكيل اللي لعبنا فيه الماتش اللي فات امام كوت ديفوار علشان ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب. قال له طب هتلعب بمين يا كابتن حسام؟ قال له احنا لعبنا الماتش اللي فات في حراسه المرمى بمحمد الشناوي، امامه حسام عبد المجيد ورامي ربيعه وياسر ابراهيم، على اليمين كنا بنلعب محمد هاني، على الشمال احمد فتوح، في نص الملعب لعبنا بيه حمدي فتحي وجنبه مروان عطيه، قدامه كان امام عاشور، قدامهم اتنين لعبنا بيهم انت يا صلاح وكان جنبك مرموش. قال له طب ناوي تعمل ايه في التشكيل يا كابتن حسام؟ قال له التعديلات اللي انا ناوي اعملها في التشكيل اللي لعبنا فيه قدام كوت ديفوار، اول تعديل وهو حسام عبد المجيد، ناوي ارجع مكانه حمدي فتحي عشان حمدي فتحي عنده خبرات كبيره جدا جدا واتقل من حسام عبد المجيد، ومكان حمدي فتحي هلاعب احمد السيد زيزو عشان احمد السيد زيزو يلاعبنا كوره، ومكان امام عاشور علشان امام عاشور يعني لسه راجع من اصابه وممكن يكون عنده اجهاد من ماتش كوت ديفوار، ناوي ارجع مكانه تريزيجيه بعد ما اطمنت على اصابته الماتش اللي فات. امامهم عمر مرموش ناوي اريحه وادي فرصه لمصطفى محمد علشان يكون محطه نسند عليه وانت تروح من ظهره ونسجل. ايه رايك يا صلاح في التعديلات اللي انا ناوي اعملها دي؟ صلاح قال له بص يا كابتن حسام انا هقول لك الحاجه بس ما تزعلش مني، صح؟ قال له لا انا ما ازعلش منك ابدا يا صلاح، احنا اساطير زي بعض. قول. قال له ما تلعبش فيها يا كابتن حسام. قال له ايه؟ قال له لا انا قصدي ما تلعبش في التشكيل يا كابتن حسام. في مثل بيقول لك طول ما هي دايره وشغاله ما تلعبش فيها، سيب التشكيل زي ما هو وزي ما لعبنا امام كوتيفوار نكمل بالتشكيل ده امام السنغال، وباذن الله ربنا يكرمنا، وخصوصا امام عاشور ما ينفعش نطلعه من الملعب عشان هو اللي كان بيوصلنا للجول. قال له تصدق يعني هفكر يا صلاح. كل الناس يقولوا في الكومنتات يا جماعه صلاح عنده حق وحسام حسن ما يلعبش فيها، ولا حسام حسن يلعب فيها وتبوظ ونخسر من السنغال. كل الناس يقولوا في الكومنتات يا جماعه صلاح عنده حق ولا حسام حسن عنده حق وهيلعب فيها.